صباح الخير. اليوم بمناسبة عيد ميلاد بنتي، طبعا بنتي الصغيرة تمت 5 سنوات. واحنا اليوم زي مدينة الملاهي كده للأطفال، زي ما انتم شايفين لسه ما فيش حد، يعتبر احنا أول ناس راحوا، وعشان كده لسه بينفخ الهواء. ها زي ما انتم شايفين هنا ألعاب، ها لسه الهواء شغال اهوت. طبعا تخش جوه التوه هنا كمان اهو، دوا زي مدينة، زي لعبة تدخل جوه تطلع السلم وبعدين ترجع تتزحلق تاني زحليقة بالمصري. وهنا لسه بينفخ الهواء هنا، ها المدينة. وهنا لسه طبعا برضو يعني حاجات ونظام زي حاجات كده للأطفال يلعبوا بها، تتزحلق تقزح فيها، طبعا هوا يعني آمنة، مكان آمن. هذا هنا بص، هنا بعد ما يخلص هتشوفوه منظره رهيب. ها هنا كمان في مكان اهوت تطلع فوق وبعدين تتزحلق تطلع من الناحية التانية. هنا بص هنا جاهزة يعني زي سلم كده، بص اهو تدخل من هنا جوا وبعدين تطلع فوق وبعدين تتزحلق من الناحية التانية هنا. وطبعا المكان كله مؤمن زي ما انتم شايفين. طبعا لازم يجهز هواء، ده كله على الكهرباء، ها فعشان كده لسه كمان ما فيش اطفال لسه دخلوا المكان اهو زي ما انتم شايفين. يعني حاجة بسيطة. هنا كمان شوف، هنا لسه بتطلع شوي شوي، ها لو لاحظتوها بتكبر شوي شوي. هنا طبعا تنفخ الهواء من هنا اهو، بص اهو زي منفاخ كهربائي. ها هنا زحليقة صغيرة لو طفلين مع بعض يلعبوا. هنا كمان طبعا انا هقعد واوريكم شوية شوية لغاية ما تكبر، ها وتشوف المنظر في النهاية اهو. اخ لو انتم ملاحظين الهواء عمالة تزيد. بس طبعا محتاجة شوية وقت، يعني الساعة دلوقتي 2 بتوقيت ألمانيا. طبعا الموظف اللي هو شغال اليوم شغل الأجهزة كاملة. لو انتم سامعين صوت موتور الهواء اللي بينفخ البالونات، وعلى ما الهواء يمشي خلينا من كده اوريكم حاجات تانية. بصوا هنا هي بيكبر، اهو انا جيت من الناحية التانية. وهنا زي مكان الاطفال بيلعبوا فيه اهو، تقزح 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 هنا اهو. بصراحة نظامه كويس مش وحش. هنيجي طبعا للمدينة الكبيرة دي بعد شوية. هنا كمان عشان لو الأطفال يحبوا يلعبوا كمان شوية، يلعبوا كورة للي هو بيلعب كورة أو مهتم بالكورة اهو يقدر يجيب جون. هنا اهو بلعب شوي يعني افرجتكم. اوه جول. تدخل هنا على المكان دوت، مكان جاهز. ها طبعا للي يحب يطلع فوق هنا اعتقد
لازم يكون واحد هنا مكتوب ان هو لازم يكون واحد من اللي هما شغالين هنا اهو، ولازم يكون اكبر من 4 سنوات. هنا زي سيارة كهربائية بتحط فيها فلوس وبتمشي في المربع بتاعها المخصص لها هنا. يعتبر منظر جميل. لو الواحد دخل هنا والاهالي في كرسي طبعا محطوط هنا جاهز. المنظر نفسه كمان كلوحة فنية بصراحة روعة. انا بشوف الموضوع يستحق. صحيح انت بتدفع فلوس برضه، يعني اليوم دوت عشان ادخل بس مع البنات، بناتي الاتنين تخش المدينة دي، بس تخش بس احنا دفعنا حوالي 47 يورو، 47 يورو 50 سنت. مبلغ يعني برضه يستاهل يعني. ولكن اسمها مدينة الأطفال، بالألماني اسمها كيندرلاند. تلاقي فيها كل اللي نفسك فيه. هنا نرجع تاني للي هو الزحليقة الكبيرة بدأت شوية شوية تعلى اهي زي ما انتم شايفين اهو. بدأت احنا بنصور لكم مباشر، يعني ان هو يعني مش دلوقتي مباشر، ولكن النفخ نفسه مباشر اهو. شوف الارتفاع بتاعها بيعلى شوي شوي. وهنا اهو المسافة نفسها بتعلى. Ja. Aber ich glaube, es ist schon hell, die machen keine Lichtbubble. Nein, da gehen wir rein und gucken erst. وهنا زي ما وريتكم اهو اللي مخصص لست اطفال مع بعض طبعا اهو. بص لو انت اوبس طبعا دي للاطفال بس، يعني 2 3 4 5 6 وديت زي رياضة. وهنا من فوق بقى المنظر بعد ما يخلص المنظر بصراحة منظره جميل. هصوره لكم برضه في فيديو، هصور لكم في فيديو بعد ما بس هو بدأت شوية شوية تظهر الملامح هنا اهو. لو انتوا لاحظتوا زي مدفع شايفين. هنا نفس الوضع. تخش هنا الكلمة اللي فوق ديت يعني دعاية للمطافي هنا في ألمانيا. هنا بتدخل جوا بص اهو من جوا نكمل الفيديو دوت ونصور لكم مباشر ان انتوا تتفرجوا على مدينة الاطفال. اوبس بعد كده وهنا زحليقة بتطلع فوق في سلم. ممكن تطلع للدور الاخير وانت تزحلق لغاية ما تنزل تاني. وهنا زي مغارة تحاول ان انت هنا مثلا الممنوعات اللي هي الموجودة هنا ان الواحد ياخد ايس كريم يخش بيه او همبرجر او حذاء ممنوع. انا طبعا عشان ممنوع ان انا اصور الاطفال عشان خلينا كده نلاحظ من هنا في النهاية لما يظهر المنظر كامل.
لو ملاحظين اللي هو الزحليقة العالية الكبيرة بدأت يظهر ملامحها. السلالم في سلمين على اليمين والشمال، في المدخل زي أشجار على اليمين والشمال. طبعا ترتفع تقريبا يعني ممكن كمان 2 متر. طبعا محتاجة وقت على ما الهواء يعبيها كاملة. وهنا اهو طبعا لو في اطفال موجودين من عائلات الاسر التانيين او اي اسر موجودين تانيين، فاكيد مش هينفع ان انا اصور. فعشان كده انا بستغل الفرصة في الوقت اللي هو مفيش حد موجود، وبصور لكم كل حاجة على الطبيعة زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتم شايفين والآن في اللحظات الأخيرة لو انتم ملاحظين بتاخد وقت طويل برضه، محتاجة وقت، لأن المنظر النهائي برضه يستاهل. شوية شوية بدأت تظهر المعالم هنا. باقي بس أشجار النخيل. أيوة واحد.
في اطفال 2 3 اللي هو الممنوع والمرغوب هنا المفروض زي ما انتم شايفين. دي الاستعلامات، دي الممنوعات هنا ان الواحد يستعملها وهو فوق زي ما انتم شايفين. دي الممنوعات الكاملة.